أسأله السؤال النبوي، أسأله شيوخنا السؤال النبوي الذي أورده الإمام مسلم للجارية راعية الغنم، سؤال بسيط لم يتتكلف فيه مجموعة من المسائل الفقهية أو المسائل الفلسفية التي نسمعها وقد سمعناها في جملة عاصفة الكلام التي سمعناها في خلال يومين. أين الله؟ السؤال بسيط، أين الله؟ أجابته في السماء. سؤال هو يمثل دور أن الإسلام لم يرسل ليكون فقط موجه للفقهاء وللفلاسفة، هو إسلام مرسل للجميع، للمسلمين وغير المسلمين. وعلى هذا نوه كثير من مفكري الغرب بساطة الإسلام في بساطة تعابيره. أين الله؟ سؤال نبوي من حقي ومن حق أي مسلم يسأله، وهو في صحيح مسلم. نعم. سألتني سأجيبك. جزاك الله. سأجيبك. وأرجو أن توفق. الآن خليك على السماعة. أجمع أسئلتي؟ طيب. لا. السؤال الثاني. لا. ما هو السؤال الثاني؟ هل فوق العرش رب؟ لا، ليس نفس السؤال. هل فوق العرش رب؟ سؤالي الثالث، إن كان الله كما تقول في كل مكان، أنا قلت هذا أو كما تقولون في كل... طيب استنى يعني هل أنا قلت هذا أو نحن قلنا هذا؟ في كل مكان. نعم، أنتم قلت أنت سمعت هذا؟ أنا قلت بالنص أن الله سبحانه وتعالى موجود لا في مكان. نعم. إذن موجود بلا مكان. طيب. فأنت تقول موجود في كل مكان وتريد أن تسألني أيضا؟ لا، هذه سمعتها باستدلال الآية، باستدلالكم بالآية. هذا كلام وهو معكم أينما كنتم. لا. هذا كلام نفساني يدور في نفسك فسمعته. لا، سمعته بالأمس، لكن لنأخذ على قولك لأنه الظاهر أن الآراء متباينة. بلا مكان. نعم. لنأخذ على في سجودي هل يحق لي أن أقول سبحان ربي الأدنى؟ لا طبعا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تقول سبحان ربي الأعلى، والأدنى معناها صفة نقص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز فقها وشرعا. العبادة توقيفية، لا يجوز أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما أمرك. كيف تقول الأدنى؟ الأدنى معناه أنك تعتقد أن الله سبحانه وتعالى تحت الأرض، لا أنت تعتقد ولا نحن نعتقد. فمن الذي يقول إن الله سبحان ربي الأدنى؟ وكيف يكون سبحان مع الأدنى؟ هل يتناسب السبحان مع الأدنى؟ يا أخي الله يبارك فيك، اترك مثل هذا الأساليب، لأنها هذه أساليب يمكن بداية طلاب العلم بيتفكهوا فيها مع بعض. هذه ليست أساليب، والله هذه ليست أساليب إلا ردا على كل ما سمعناه من تعقيدات لاستوى على العرش. هذه تعقيدات ليست للمسلمين يا أخي. سألت وأنا أجيب. أين الله؟ تفضل ارتاح. انتهيت من سؤالك. نعم. أنا؟ نعم. تسألني أنا؟ أنت انتهيت من سؤالك، ارتاح واجلس. جزاك الله. طيب الآن أنا عندي سؤالين، سؤال لك وسؤال الشيخ. دعني أجيب لو سمحت يا سيدي، لو تدعني أجيب هذا الأخ الفاضل ونستمع إليك بعد قليل إن شاء الله، ويكون آخر سؤال يعني لأنه فعلا تأخرنا كثيرا. أخي الفاضل، أنت قلت الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية. نعم، في الحديث الوارد في صحيح مسلم وغيره من دواوين الحديث. هل تعلم من هي هذه الجارية؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السؤال قد جعله معيارا للكشف عن عقيدة البشر؟ طيب، أنا أريد أن أمشي معك بحسب الأسلوب الذي تريده أنت. أنا بدي أحكي لك قصة، أريد أن أقول لك قصة، مش أنت؟ لا، بدي قصة. في واحد مرة من السلفيين سألني سؤال، تحداني للمناظرة، هو نفس السؤال. اسمح لي اصبر قليلا، هسه صار الوقت يعني مستعجل، اصبر قليلا. سألني سؤال، قال أين الله؟ قلت له في السماء. قال إيه؟ سبحان الله، أنا الذي يجب أن أقول في السماء، أنت لا يجوز أن تقول في السماء.
أقول نعم، أنا أقول إن الله في السماء. الله في السماء. السماء سما يسمو سموا وسماء. السماء مصدر مشتق من سما يسمو سموا وسماء، وقد نص على هذا ابن قيم الجوزية أحد أئمتكم في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الرابع، لا أذكر الصفحة. ففي السماء أي في السمو. هذا جواب على نفس النحو الذي أنتم ترغبونه. أما إذا أردت هذا جواب يسمونه جواب هيك إلزامي، جواب بالمعارضة فقط على سبيل الإلزام، لكن أنا لا أحبذ هذا الأسلوب. لكن قلت لك الجواب التحقيقي سيأتيك، ستسمعه الآن. الجواب أولا، الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وفي الحديث الذي رواه الإمام مالك في كتب ليست هي كتب التوحيد، بل هي كتاب يسأله صاحب هذه الجارية التي هي عجماء، كانت عجماء، ومعنى عجماء أنها لا تتكلم اللغة العربية. قصة هذا الحديث أيها الأخ الفاضل، قصة هذا الحديث أن سيدا أمر جارية أن ترعى غنمه، فسهب عن الغنم فنام، فجاء الذئب وأكل غنمه أو شاة، أكل شاة فضربها. جاء هذا السيد وغضب وضرب هذه الأمة فوقعت، فأراد هذا السيد أن يكفر عن هذه الفعلة فلم يستطع، فأراد أن يعتقها، ويشترط لكي يعتقها يعني تعبدا لله سبحانه وتعالى أن يعرف هل هي مؤمنة أم كافرة. فكيف يعرف أنها مؤمنة أم كافرة وقد ورد فيها عدة روايات، بعضها أنها عجماء، يعني عجماء إما أنها أعجمية يعني لا تتكلم، وبعض الروايات ورد أنها خرساء أي فعلا لا تتكلم. فأراد جلبها وأحضرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المشكلة، قال أنا أريد أن أكفر عن هذا الذنب، فماذا أفعل يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لاحظ الذي يتشبث بالمتشابه ويترك المحكم. ورد الحديث في عدة روايات. ورد في رواية قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الجارية وأشار إلى السماء ثم أشار بيده هكذا، يعني من ربك؟ وورد في رواية أخرى بنفس اللفظ من ربك؟ وورد من تعبدين؟ وورد أيضا أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ وورد بحسب كل رواية جواب. أما الجواب الأول الذي أشار إليها بيده هكذا وهكذا، أشارت إليه في السماء لأنها لا تنطق، والطريقة الوحيدة لكي تعبر عما في نفسها، وأن إذا سئل الإنسان الأعجمي أو الأخرس الذي لا ينطق من الذي يعبده؟ هل يعبد الأصنام التي في الكعبة أم يعبد الله الذي في السماء؟ فأشارت إلى السماء لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنني أعبد الله الذي تعبده ولست أعبد الأصنام التي في الكعبة. عبر عن هذه الرواية لما الصحابة نقلوا هذا الحديث عبروا عنها بألفاظ مختلفة. بعضهم قال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال من رب؟ بعض الروايات قالت من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. إذن الرواية وردت بعدة، هذه الحادثة وردت بعدة روايات. لكن إذا كنت أنا أعجميا وأخرسا فسأجيبك بنفس الجواب. لو كنت أنا أعجميا وأخرسا وأردت أن تستفسر مني عن الإله الذي أعبده لأجبتك بنفس الجواب، وهذا جواب مشروع في الدين الإسلامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرفع أيدينا إلى السماء في الدعاء. والتشهد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بسبابته في كثير من الأحيان إلى السماء، وهذا لا يستلزم كون الله سبحانه وتعالى في جهة، بل من الوجه الذي أشرت لك إليه. أما سجودنا فهذا طبعا سؤال، يعني سؤال ساذج، يعني سؤال فعل. مش أنا لا أستسخف قولك أيها الأخ الفاضل، بس أرجو عندما نكون في مقام تحقيقات علمية أن نترفع قليلا عن مثل هذا الأسلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم.